كل سنة وانتم طيبين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة طبعا خلاص اول رجب وداخلين على رمضان، وممكن الفيديو ينزل لكم متأخر الله اعلم. بس النهاردة حبيت اعمل معاكم القرنبيط، هنخزنه مع بعض. طريقة سهلة جدا وبسيطة. اللي هتقول تخزين قرنبيط ايه يا شيخة؟ ده بيشرب زيت وبيبقى طعمه مش حلو. بس جربيه، بس والله على فكرة هيبقى حلو قوي. بس هي تركة بسيطة، هيطلع معاكي جميل بجد صدقيني. القرنبيط لازم تجيبيه اللي هي القرنبيطة المدملجة دي، مش القرنبيط اللي هو اللي بيبقى مفرغ عن بعضه، لا. القرنبيط بيكون مدملج بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هو ده اللي بيبقى جميل. حتى لو مش هتخزنيه يعني مفيش اي مشكلة. انا جبت 2 اهوت من القرنبيط. طبعا انتي بتشيلي الراس اللي هي اللي ورا دي. القرنبيطة دي كبيرة جدا ما شاء الله، بترمي كتير. فانا هقطع القرنبيطة على نصين، بعمل نص واحد اكلة. يعني النص ده هعمله في يوم. الحاجات اللي هي بتبقى في القرنبيطة ديت مش طينة ولا حاجة يعني. انت ممكن تقشريها بالسكينة كده، هتطلع معاكي بمنتهى السهولة، تبقى نضيفة جدا. شايفين اهي بطلعها كده بالسكينة ببساطة كده. ممكن كمان تحطي طبق فيه مية، وتحطي فيه ربع كوباية من الخل، وتسقطي فيه القرنبيط. بيطلع معاكي اي حاجة لازقة في القرنبيط، اي تراب. طبعا الخل مطهر. كمان تعمليه في اي خضار، زي الملوخية، زي الجرجير، الحاجات دي كلها، السبانخ، الخبيزة، الكلام ده كله. تحطي مية وفي شوية من الخل، بيطلع معاكي اي تراب. شايفين النص معايا ما شاء الله طلع كتير قوي. ده كمان النص دوت انا بنتغدى ونتعشى منه، يعني كتير، او بنفطر ونتغدى منه. ما شاء الله بيطلع كمية كبيرة. وكمان انا الزهر عاملاه كبير، الزهر بتاع القرنبيط انا مقطعاه كبير. انا لسه لما اجي اطلعه من الفريزر بقطعه صغير. طيب طبعا اي حاجة تخينة زي كده بتشيليها، ما بتستويش بسهولة. انتي سيبي بس الفرع بتاع اللي هو الرفيع ده. بصوا بقى، انا عايزه اوريكم تركه حلوه قوي. ده انا نزلته في الميه تكون مغليه، وفيها معلقه من الملح صغيره، وسنه ليمون. تمام، عايزه تحطي سنه ليمون يعني عصره ليمون كده تمام، مش عايزه تحطي ما تحطيش. انا بتك على القرنبيطه معاك قدامك اهو، مش مستويه خالص. انا بس يا دوبك حطيتها في الميه لمده دقيقه، دقيقه ونص، وطلعت القرنبيط. تمام. مش عايزاه يكون مستوي زي اكني خلاص انا رايحه اقليه، لا. انا بحطه في الميه لمده دقيقه، بيغير لونه، لونه بيفتح كده معاكي، وبيبقى جميل. بيقعد معاكي في الفريزر مده طويله. تمام. ما نصحش طبعا الخضار يقعد من السنه للسنه، هو ممكن يقعد بس طعم الحاجه بتتغير من ريحه الفريزر، مش من الطريقة اللي احنا عاملين بيها. اللي احنا مثلا اصل احنا مفرزين الحاجة دي بطريقة غلط، عشان كده طعمها مش حلو، لا. من ريحة الفريزر ذات نفسه، الحاجات اللي احنا حاطينها في الفريزر فبتغير طعم الخضار معانا. تمام. هكلمكم في النقطة دي، بس عايزة اقول لكم بس احنا عملنا ايه في القرنبيط. تمام. بعد ما حطيناه في المية المغلية لمدة دقيقة ونص، طلعناه حطيناه في المصفى، سيبناه يبرد تماما تماما، والبخار كله طلع منه. وبعد كده حبيناه في الاكياس زي ما انتوا شايفين. وطبعا نقفل الاكياس كويس جدا علشان ما تاخدش روايح من الفريزر. القرنبيطين دولت انا هعملهم على 4 اكياس ما شاء الله، مطلعين يعني كمية حلوة. يقضيني كمان غدا وعشاء، يعني الكيس الواحد يقضيني غدا وعشاء. تمام. بعد كده بحطه في الفريزر. بعد ما اطلعه من الفريزر بروح غالية مية واسقطه في المية. تمام. بعد ما اطلعه من الفريزر عشان خلاص انا هسويه وهاكله، بحطه في مية مغلية يكون فيها برضو رشة من الملح، بسويه بقى اللي هو السوى العادي. يبقى ايه هي التركة المهمة علشان القرنبيط بتاعك اللي هو المتخزن في الفريزر يطلع معاكي زي الفريش؟ ان انتي اول مرة ما تحطيه في المية المغلية ما تنزلهوش غير دقيقة او دقيقة ونص، ورشة ملح وعصرة ليمون. العصرة ليمون دي بتدي تفتيحة كده للقرنبيط، ومادة حافظة طبعا. تمام. وما تسوهوش خالص، يعني يا دوبك بس يعني بيكون لسه معاكي ني تماما.
وبعد ما يبرد تماما تحطيه في اكياس وتحطيه في الفريزر. والبرطمان بقى ده الجميل ده انا بخليه بقى، انا اكون سلقه كرنب طبعا اللي هي العروش دي، بحطها في الميه اللي هي الحمراء، هكون حاطه فيها بنجر. ومثلا لو عندك برضو قرنبيط حطيها فيها، بخليه في التلاجة بيبقى جميل جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدت منه.